السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحتين تحكم خارجين شحن ان شاء الله. اللوحه الاولى حضراتكم راكب على ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل 2 هيتر كهرباء 3 كيلو وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس شفاط رقم 1 للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم شغال للفانات، واخر حاجه معانا الرطوبه، وطبعا لمبه لقراءه الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه في حاله لا قدر الله في اي مشكله. طبعا حضراتكم اللوحه هتشغل معانا 2 هيتر كهرباء 3 كيلو. كنا عملنا حضراتكم فيديو قبل كده عن الهيتر الكهرباء ال 3 كيلو، ان الهيتر بيسحب 15 امبير، فعشان تشغل الهيتر لازما سلك مش اقل من 3 مللي. فطبعا هنشغل 2 هيتر على اللوحه، فبالتالي ركبنا الكوندكتور المناسب وكمان السلك المناسب اللي يتحمل معانا 2 هيتر كهرباء 3 كيلو. طبعا حضراتكم الهيتر واحد بيسحب 15 امبير، يعني الاثنين هيتر 30 امبير، ركبنا كوندكتور 40 امبير عشان يبقى معانا بزياده. كمان ركبنا سلك 6 مللي عشان يتحمل معانا الاثنين هيتر ما يكونش في اي مشكله. طبعا العمومي كمان هنا حضراتكم سلك 6 مللي عشان يكمل معانا بقيه الشفاطات وخلايا التبريد والرطوبه والفانات. كمان حضراتكم اللوحه خارج معاها تجهيز المكان بالكامل، يعني خارج معاها 2 هيتر كهرباء 3 كيلو يونيتك، وخارج معاها 2 شفاط 70 الماني اصلي، وخارج معاها حضراتكم مجموعه الرطوبه بالفانات، وطبعا خارج معاها كمان خلايا التبريد. يعني حضراتكم العميل خد تجهيزات المكان بالكامل، فبالتالي بنعرف اللوحه اللي تناسب المكان معاه وتشغل معاه المكان صيف وشتاء اوتوماتيك. يعني لو حضرتك هتاخد المستلزمات تجهيز المكان من المؤسسه بالكامل، فبالتالي بنكون خلاص عرفنا الاحمال اللي هتشتغل على اللوحه، فبنصنع اللوحه اللي تناسب المكان عند حضرتك انها تشغل المكان اوتوماتيك حراره، اوتوماتيك رطوبه، اوتوماتيك تهويه، كمان اوتوماتيك فانات لتقليب الهواء. اللوحه الثانيه حضراتكم برده راكب على ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم 1 وتايمر تاني شغال على شفاط رقم 2. يعني هنا العميل حضراتكم طلب كل شفاط يكون عليه تايمر للتهويه. يعني حضراتكم شفاط رقم 1 بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه. كمان شفاط رقم 2 بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر الثاني. كمان اللوحه بتشغل معانا حضراتكم تايمر للفانات، واخر حاجه معانا طبعا الرطوبه. هنشوف برضو حضراتكم اللوحه من الداخل، برضو 6 كوندكتور. هنا اللوحه هتشغل معانا دفايه واحده، فركبنا كوندكتور وسلك 3 مللي اللي يستحمل الدفايه الواحده. كوندكتور للدفايه، كوندكتور شفاط واحد، كوندكتور شفاط رقم 2، كوندكتور خلايا التبريد، كوندكتور الفانات، واخر حاجه كوندكتور معانا الرطوبه. وهنا طبعا مدخل الكهرباء وطريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم. وهنا طبعا بعد ما طولنا السلك الحساس الحراره وسلك حساس الرطوبه. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم حسب رغبه العميل وحسب الاحمال اللي حضرتك طالبها تشغل على لوحه التحكم. يوجد بفضل الله جميع التصنيع للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك بتظهر لحضرتك على طول، ويوجد شحن لجميع المحافظات.